السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم احمد حكيم وحلقه جديده من حكيم ستيشن. النهارده هنتعلم الابلكيشن ده تكسير البسكوت في السينما 4 دي. طبعا هنستخدم فيه الفوروناي فراكشر. فخلينا كده الاول ننزل سلندر، نصغرها شويه، نزود روتيشن سيجمنتس، نخليه مثلا 100، وعايزينها تبقى ناعمه كده هنعملها فيلت. ممكن السيجمنتس دي خليها 4 زي كده مثلا، كده تمام. ونيجي عند الكابس هنا برضو نزود شويه، خليها 30، ونزود الفيلت برضو خليه كده، يعني خليها 3.5 مثلا لحد ما تبقى ناعمة معانا خالص زي كده. طيب احنا عايزين نعمل فيها نويز، فهنضيف لها الافكت بتاع الديسبليسر هنا. نروح على ديسبليسر ونحطها تحت السلندر تشايلد ليها كده، وهنروح على الشيدر ونقول له نويز. نويز طبعا بتدينا الافكت ده، الافكت تأثيره شديد، فخلينا كده نروح على اوبجكت ونقول له قلل السترينث شوية، وهنروح على النويز نفسها من شيدنج، وهنقول له خلي الجلوبال سكيل ده يعني نصغره شوية. يعني مثلا حاجة زي كده. نرجع على الاوبجكت نقول له قلل لي الهايت حاجة زي كده، NC عشان اشوف المنظر معايا عامل ازاي. وهرجع على النويز تاني، نشوف كده الجلوبال سكيل، يعني اظبط فيها كده لحد ما اوصل للشكل اللي يرضيني، حاجة زي كده. ممكن نكبر الارتفاع بتاع السلندر شوية، يعني شايف انها صغيرة، نخلي الهايت مثلا 10. وارجع على الشيدنج تاني، وهقول لي خليه كده. يعني شايف كده ان الدنيا الى حد ما معقولة. طيب عايزين نضيف الفورونوي فراكتشر، ممكن نضيفه من هنا، وهنحط السلندر جواه. ومجرد طبعا ما بنحطها بيتحول الشكل للالوان دي، لان الفورونوي فراكتشر فيه الاوبشن بتاع ان اعمل لي كالرايز، يعني اللي هو كالرايز فريجمنت ده لو لغيته، بس طبعا انا بخليه عشان ابقى شايف القطع، يعني كل لون من الالوان دي بيحدد لي القطع وبالتالي مستوى التكسير. هروح على السورسز وهمسك السورس المسؤول عن التكسير معانا في الاوبجكت بتاعنا، فهقول له هنا زود لي الاماونت بتاعت التكسير دي، خليها مثلا 100، فهيزود لك عدد القطع. طبعا انا عايز اكثر من النص، يعني مش عايز التكسير يبقى في الاوبجكت بالكامل، طبعا كده هيفتفتها لك بالكامل. فعشان نكسر من النص احنا هننزل كده على السكيل، وهنبدأ نعمل سكيلينج كده. احنا بنعمل سكيل لمنطقة التكسير، يعني اللي هي الحتة اللي في الوسط دي هي اللي هيحصل معانا التكسير فيها. طيب نضيف كده بوكس ونقول له، طبعا انا حددت ضغطت على سايز فبيحدد لي كله، وبضغط مثلا بكتب 10 كنترول انتر فبيغير لي فيهم كلهم. صغر كده، ده اللي هيكسر معايا، يعني ده اللي هيخبط البسكوتة فهيكسرها. هنجيبه كده تحت، هنيجي على الكوردينيتس بتاعته في اتجاه الواي، واحنا واقفين في الاول كده هنقول له دي كي فريم، وتعالى مثلا في الفريم رقم 30، يعني خلال ثانية اخبط لي البسكوتة دي ويطلع كده، ويهديله كي فريم تاني. حلو جدا.
طيب الكيوب ده انا هقول له خليك كولايدر بادي من التاجز، رايت كليك والبوليت تاجز، وهقول له خليك كولايدر بادي، وهخلي الفيرنوي فراكتشر ريجيد بادي، رايت كليك بوليت تاجز ريجيد بادي. الريجيد طبعا هو الحاجه اللي بتتاثر او بتتخبط. لو عملت بلاي زي كده هتبص تلاقي الدنيا بتعمل معاك الافكت اللطيف ده. طيب انا مش عايزها تحصل كده، انا عايز البسكوته ثابته في مكانها، فعايز الغي الجرافيتي، عايز الغي الجاذبيه عشان البسكوته ما تقعش لتحت. طبعا هنا البوكس ده بيطلع لفوق لان احنا عاملين له انيميشن، لكن لو مش عاملين الانيميشن ده كان هينزل تحت زي البسكوته بسبب الجرافيتي. فاروح على المود هنا وهقول بروجكت او الشورت كات بتاعها كنترول دي، وهروح على البوليت وجنرال، وهاجي هنا عند الجرافيتي الاقيها 1000 اعملها 0، وهقول له بلاي كده اشوف، فهبص الاقي الموضوع بقى زي ما يكون سلو موشن كده، يعني البسكوته ثابته في مكانها والبوكس اللي بيخبطها ده هو اللي بيتحرك. حلو جدا. طيب هنا ملاحظ رغم ان انا حاطط الفيرنوي فراكشر او الكنترول بوينت بتاعته او نقاط التوزيع او ديستريبيوشن بوينت حاططها في النص، الا ان الباقي ده برضو بيتكسر معايا. فانا عايز اعمل كونكتور للكلام ده، فاروح كده على الفيرنوي فراكشر وهقول له اديني فيكسد كونكتور. بص كده وبينزل هنا طبعا، لو ضغطت عليها هيديني التفصيل بتاعته، او ممكن اروح عليها من هنا. خلينا كده ندوس بلاي الاول نشوف شكله. فبص كده بيزقها معاك بالكامل. طيب انا يعني انا طبعا مش عايزه يزقها بالكامل، انا عايزه يخبط بس يحافظ لي على الجزئين دول نصين، يعني كل واحد لوحده. فهنقلل من الفورس بتاعته، بدل ما هي مثلا 40,000 ممكن نخليها 25,000 ونجرب. لسه برضو قوي، هنقول له خليك 20,000، وهنقلل التورك دي نخليها برضو 30,000. نقلل كمان. بدأ كده الافكت، بس برضو لسه الدنيا بتتكسر معانا هنا، فخلينا نخلي دي 10,000 ونخلي دي 15,000. هنبص نلاقي التكسير بدأ يحصل معانا بالشكل اللطيف ده. طبعا الدنيا بتحصل بسرعة، فلو عايز تقلل الكلام ده ممكن نضيف حاجات تانية زي الفريكشن مثلا، تعمل احتكاك او تهدي الدنيا شوية. ممكن هنا مثلا من سيميوليت فورسز نقول له اديني فريكشن، وخلي السترينث بتاعتها زودها كده مثلا، بحيث ان الدنيا تبقى ابطأ معايا شوية. طيب حلو قوي. البوكس ده احنا طبعا مش عايزين يظهر معانا، يعني لا هيظهر في الفيو بورت ولا هيظهر في الريندر، يعني عايزين نشوف كده افكت التكسير بس انا ملاحظ هنا يعني حجم التكسير كبير، فممكن نزود عدد البوينتس. هروح على السورسز وممكن ازود دول اخليهم 500، وبعدين هروح على الكونكتور خلي دي مثلا 35، يعني كده الدنيا احسن. الفتافيت قطع صغيرة هي اللي بتطير معايا. ممكن لو عليت ده، يعني لو خليت ده 40,000، هبص الاقي عدد القطع اللي بيطلع معايا هنا قليل، ده المطلوب يعني حاجة زي كده.
طيب هنا في شويه اوبشنز لطيفه في الفيرنوي فراكتشر. في السلكشنز ممكن اقول له حدد لي الانسايد فيسز، عشان لما اجي احط ماتيريال ممكن ادي ماتيريال مختلفه من بره، والحشو اللي من جوه ادي له ماتيريال تاني. فممكن اقول له الانسايد فيسز دي حددها لي، وممكن الاوتسايد فيسز حددها لي برضه. فهتبص كده تلاقيه ادالك هنا سيت سيلكشن، تقدر تضيف ماتيريالز عليهم زي ما انت عايز. طبعا الموضوع ممكن نطوره احسن من كده، يعني ممكن نروح هنا مثلا على الفوليوم بيلدر والفوليوم ميشر نستخدمهم. فاقول له فوليوم بيلدر وخد لي الفيرنوي فراكشر كل ده جوه الفوليوم بيلدر عشان ننعم الدنيا، لان انا حسيت مع التكسير الجزيئات هنا يعني شكلها صعب شويه، حاده شويه كده زي ما تكون حجاره مش بسكوت. طيب الفوليوم بيلدر هروح على الفوكسل سايز وهقول له خليها مثلا 1 أو نص، خليها نص مثلا، حاجه زي كده. طبعا كل ما بتصغر الجهاز بيتقل معاك بس بيدي لك نعومه اكتر. وهدوس بلاي كده اشوف الدنيا. طبعا هتبص هنا هتلاقي الدنيا احسن بكتير، يعني الدنيا بقت انعم. وممكن ده يوضح معانا كمان لما نضيف الفوليوم ميشر. ناخد الفوليوم بيلدر كده بكل اللي تحتيه نحطه في الفوليوم ميشر، فتبص تلاقي الدنيا هنا بقى في ليكويديشن بقى، يعني الدنيا بقت ناعمه شويه زي اللي فيه شوكليت كده. والنويز هنا برضه تاثيرها بقى لطيف. في عندك حاجات زي القطعه اللي تحت دي مثلا، احنا ممكن نروح على يعني اللي هي لاحظت انها بتظهر في الاول، يعني لما بتتكسر كده بتظهر قبل باقي الاجزاء فشكلها غريب. فممكن ترجع على مثلا الفيرنوي فراكشر وتغير في السيد او في توزيع السورس بوينتس دي. لو رحنا على السورسز ورحنا على البوينت جنريتور، خلينا نرجع الكلام ده كده الصفر. ممكن نغير في السيد شويه، هتلاقي توزيع النقاط الخضراء دي بيتغير معاك زي كده مثلا. وهنقول له بلاي. هتلاحظ انها خلاص ما طلعتش معانا زي ما كانت طالعه في الاول. حلو قوي الشكل ده، الدنيا تمام. ممكن كمان نبدا نضيف ماتيريال مثلا على الفيرنوي فراكتشر. نقول له من هنا مثلا اديني ماتيريال، يعني حاجه زي كده مثلا، حاجه في السريع يعني، وناخد منها نسخه كنترول ناخدها كده وناخد دي نحطها على الفيرونوي كده، ودي نفس الكلام. هنا طبعا لو وقفت هتلاقي معلم لك على دي الاوتسايد فيسز ودي الانسايد. فممكن وانا واقف هنا جوه الماتيريال نفسها فبيقول لي ايه السلكشن، هقول له حط لي الماتيريال دي على الانسايد فيسز بس، ودي طبعا على الاوتسايد فيسز. خلينا نلغي الفريجمنت كالرايز فريجمنت دي. هنبص نلاقي التأثير بتاع الماتيريال او الماتيريال بتاعتنا شكلها كده، اللي جوه خدت الماتيريال دي واللي بره خدت الماتيريال التانية. طيب خلينا نشغل الكلام ده. طبعا نفس الكلام يعني نفس السليكشن، يعني لما نحول الكلام ده editable مش او نضغط سي او نعمل كاشنج للكلام ده، نقدر نضيف الماتيريالز دي على السليكشن النهائي اللي هيظهر معانا، فدي مفيش فيها مشكله ان شاء الله. طيب انا عايز اعمل بيك للانيميشن ده بحيث ان انا احتفظ بيه، يعني اقدر من البلاي هيد احركه قدام لورا. طبعا دلوقتي انا عشان مستخدم هنا التاجز دي بتاعت الريجيد والكولايدر ما ينفعش اعمل الكلام ده، يعني ما ينفعش اسحب كده فالشكل يتكسر معايا. محتاج ان انا اعمل بيك يعني حفظ للانيميشن جوه البرنامج. فبروح كده على التاج بتاعنا ومن كاش هقول له بيك اوبجكت، وهيبدا يعمل بيكنج للداينامكس اللي معايا او للسيميوليشن اللي معايا. البيكنج خلاص قرب يخلص معانا.
بس خلاص كده تمام كده. اقدر مثلا من البلاي هيد كده اسحب. طبعا الدنيا تقيلة بسبب الفوليوم بيلدر والفوليوم ميشر، لكن بص يعني وانا برجع بيه لورا البلاي هيد يعني بيروح ويجي معاك وبيدي لك افكت. خلاص هو كأنه سجل الانيميشن، خلاص ما بيعملش سيميوليشن تاني كل مرة. طيب الكلام ده انا عايز اسيفه كاولمبيك عشان اقدر اتعامل معاه بسهولة اكتر، او اسحبه على اي برنامج تاني لو انا عايز اطور فيه. فممكن اجي كده على الفوليوم ميشر، خلينا نرجعه للصفر ونروح على الفوليوم ميشر وهقول له رايت كليك ويعمل لي بيك از اولمبيك، وهسيفه مثلا على الديسكتوب. هيبدأ يقول لك هنا اكسبورتنج للاولمبيك. الحركة دي بنعملها عشان لو انت حابب مثلا تكمل على برنامج تاني لأي غرض، او ان انت مثلا شغال يعني استفدت هنا بالفوليوم بيلدر والفوليوم ميشر في الفيرجنز الحديثة مثلا 2023 او الكلام ده، لكن ما عندكش ريندر انجن مناسب للبرامج دي، فانت عايز مثلا تسيف الانيميشن وتقدر ترندره على فيرجن قديم عندك عليه مثلا اوكتين او ريد شيفت، تقدر تاخده بالطريقه دي. لكن لو خدته وهو فيه فوليوم ميشر وفوليوم بيلدر يعني زي ما احنا عاملينه هنا، وسيفت وجيت تفتحه على فيرجن قديم فيه مثلا ريندر انجن زي الاوكتين زي ما قلنا، هيظهر معاك مشكله، لان اصلا الفيرجن القديم هو مش فاهم يعني ايه فوليوم بيلدر وفوليوم ميشر، ما كانوش طلعوا بقى ساعتها. فبنعمل الحل ده ان احنا بنسيف كاولمبيك عشان نقدر نستورد ونرندر على ريندر انجن قديم، او ان انا ممكن اخده كمان على ال 3 دي ماكس او المايا او الكلام ده واشتغل عليه برضو بكل حرية. خلاص كده الاكسبورتنج تقريبا خلص. بص هنا هيظهر معاك بقى الاولمبيك كده. بص كده ده الفوليوم ميشر الاولمبيك. طبعا انا ممكن اخفي باقي الكلام، يعني هنا دي نسخة تانية، يعني لو سحبت كده بص هتلاقيها نسخة تانية، فانا ممكن اخفي باقي الكلام. بس اسهل من كده هاخد دي كنترول سي وكنترول ان، هفتح ملف جديد وهعمل لها كنترول في، وهبص كده هلاقي الدنيا بص بكل سهولة واسرع ومفيش اي مشاكل فيها. طبعا تقدر تتحكم هنا، بص انت بتروح وبتيجي، خلاص مفيش سيميوليشن، خلاص انت سيفت الانيميشن. طبعا بتلاقي شويه تحكم في الاولمبيك هنا مثلا زي المسار بتاع الاولمبيك فايل اللي احنا لسه شايفينه من شويه، والاوبجكت نفسه، وهنا لو عايز تستخدم الانيميشن ولا مش عايز تستخدمه، والبلاي مود يعمل لك لوب ولا يعمل بلاي مره واحده، وهنا الريندرنج وشويه تفاصيل. طبعا نفس الفايل يا شباب زي ما قلنا احنا ممكن نقدر نفتحه على اي برنامج تاني. يعني انا مثلا عندي ال 3 دي ماكس هنا، ممكن اسحب الاولمبيك فايل ده، انا عندي هنا متسيف على الديسكتوب، فاسحبه كده من على الديسكتوب وهحطه في ال 3 دي ماكس. بص بيتحط معاك بكل سهولة. خلاص كده تدوس بلاي، الدنيا سهلة جدا. طبعا كل برنامج تقدر تستفيد بقى من الامكانيات بتاعته. فدي حلاوة الفايلز بتاعة الاولمبيك، ان انت خلاص خدت الاوبجكت بقى بالانيميشن بتاعه متسيف بكل تفاصيله، وتقدر تتعامل معاه جوه اي برنامج تاني. بس كده يا شباب ده درس النهارده، اتمنى ان هو يفيدك ان شاء الله في الشغل الاعلاني. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس، عشان ان شاء الله الفتره الجايه هننزل دروس مهمه. كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن، تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله.